أعزائي الأعزاء، السلام عليكم. روى في الأثر إن كسرى أنوشروان كان شخص شديد الذكاء، وكان فيلسوف وعالم، لدرجة إن الفرس كانوا بيلقبوه بأفلاطون الثاني. وفي مرة من المرات وهو جالس مع علية القوم والمستشارين وقادة الجند والوزراء، قال لهم إحنا لازم نناسب العرب. فبصوا له باستغراب، وبدأ التشاور بينهم، يعني بدأ يتكلموا مع بعض، لأن الفرس كان عندهم نظرة عليا، وكانوا بيبص العرب على أنهم شيء تحتهم، يعني شيء أقل منهم. فقالوا له: كيف نناسب الحفاة العراة رعاة البقر؟ سكت كسرى أنوشروان وما تكلمش. بعدها بفترة طويلة جمع الحاشية بتاعته، وحطوا قدامهم صندوق، وأخرج منه عقد شديد الجمال، كان ذهب وكان مرصع بالجواهر والياقوت والألماظ وكل الأحجار النفيسة. وقال لهم: الحجر دوت ملوش مثيل، أو العقد دوت ملوش مثيل، تمنه ما يقرب من 20,000 دينار ذهبي. العقد دوت هيكون لواحد بس منكم. أول واحد منكم هيخلع هدومه كما ولدته أمه، يعني هيخلع عاري تماما، هياخد العقد دوت. وفي أقل من ثانية بدأ الوزراء والقادة الجنود والمستشارين وعلية القوم والأغنياء يخلع هدومهم، وبقي البلاط كله بعد ثواني بسيطة جدا حفاة عرى. وبدأوا يتشاوروا بينهم ومن بعض، لدرجة إنهم بدأوا يعني شوية وهيتخانقوا مين اللي خلع هدومه في الأول عشان ياخد العقد. وفي الآخر يعني استقروا على واحد وخد العقد والموضوع انتهى. بعدها ما يقرب من شهرين سمع كسرى أنوشروان إن في واحد حداد، يعني واحد بيشتغل في الحدادة عربي، موجود في بلاد فارس. طلب من الوزير بتاعه إن هو يأتيه، وفي نفس الوقت طلب كل الحاشية. ولما جت الحاشية أساسا كان الراجل العربي يعني خايف شوية. فكسرى نوشروان قال له: ما تخافش، أنا جايبك لأمر هيفيدك. فقال له: ماذا تريد؟ فأمر إن هم يجيبوا الصندوق، وبالفعل جابوا الصندوق. وأول ما الحشة شافت الصندوق وبدأ يفتحه وطلع منه عقد مماثل تماما للعقد السابق، كل واحد منهم بدأ يحط ايديه على هدومه ومنتظرين اللحظة المناسبة علشان يخلعوا هدومهم، وكل واحد ياخد أو يعني ينافس إن هو يحصل على العقد. فقال له: يا هذا العقد ثمنه 20,000 دينار ذهبي، هو لك بشرط أن تقوم بخلع ملابسك كما ولدته أمك، يعني تخلع هدومك خالص. فبص له الحداد العربي، وكان شخص فقير، نظرة غريبة جدا، وقال له: والله لو أعطيتني ملك فارس وجعلتني حاكما عليها وحاكما على الأرض كلها ما خلعت عمامتي، يعني مش هخلع بس العمامة بتاعتي. فبصوا الفرس لبعض كده وهم مستغربين من رد فعل الراجل الحداد. فبص لهم كسرى نوشروان للبلاط بتاعه من وزراء ومستشارين وقادة وعلية القوم باحتقار شديد، وقال لهم: لهذا السبب أريد مناسبة ومصاهرة العرب. نحن الفرس نملك المال، الجاه، السلطة، الشجاعة، ولكن ينقصنا الشرف العربي. كان نفسي كسرى نوشروان يشوفنا دلوقتي واحنا مش قادرين نساعد اخواننا في غزة ولا بلقمة واحدة او بشربة ماء. الناس بتموت من الجوع، الاطفال بتموت قدام عينينا واحنا مش عارفين نعمل اي حاجة. عاوز اعرف راح فين الشرف العربي دوت. المصدر: العقد الفريد لابن عبد رب. السلام عليكم اصحابي يا حبايبي. لو موجود لحد دلوقتي يا ريت تعمل لايك ومتابعة. قنوات الهلس مليانة متابعين، قنواتنا هادفة وما فيهاش اي حاجة. السلام عليكم اصحابي يا حبايبي.